لعيبه للاسف الشديد. يا جماعه القصه مش احمد رفعت الله يرحمه، 60 مليون للعيبه للاسف الشديد. يا جماعه مش احمد رفعت الله يرحمه. القصه لازم الوسط الرياضي يتطهر والاعلام يتطهر. انا اول مره بصراحه اشوف مين ابراهيم ده عبد الجواد اللي بيعمل له اعلان وعامل كده وعامل كده. مين ده؟ مين ده؟ بيلعب طاوله وده بيلعب، مين دول؟ مين دول اصلا؟ قناه الزمالك مخطوفه. مين رئيس مجلس اداره هنا؟ اسستها ورئيس مجلس الاداره، ممنوع اطلع فيها. اسالوا اللي بيعمل ده مين؟ وانا حذرت قبل كده قلت القادم ايه؟ اسوأ. وقلت ان القادم اسوأ. عشان كده بقى ما احنا بنشاور على الجيش ونشاور على سياده الرئيس من فضلك كل راعي مسؤول عن رعيته. بعد اذن حضرتك لازم تسمع الناس الشرف اللي في البلد، ولازم تسال مرتضى اتحبس ليه واتعزل لما رفض الاعتذار للخطيب، ولما رفض يشيل قضيه نادي القرن، ولما رفض يقسط الغرامه الكهرباء. والدنيا كلها عارفه ان كهرباء بدل ما يدفع 200 مليون دفع 70 بالتقسيط عليه استيب او 3 اشهر ما دفعهاش. حد يعرف؟ لا. لان الموجودين خلاص انا جايبه، انا اللي معينك في المكان ده، تنطع همشيك. سياده الرئيس لازم تسمع الناس. في ناس بتحبك بجد وخايفه عليك بجد، فلازم سيادتك تسمعهم. انما احنا سيبنا الناس بس يقول لك اصل الجيش ولا بتوع الاخوان والجيش افترى بتاع. وانا اديت لك مثلا مش كان مهند عقد خلص مع الجيش، كان فري ومضى، كان اخوه معاه واتخاطف في المعسكر وراح الدور الخامس في المبنى بتاع حزب الانسان الوطني، والباشا اللي شغال خدام قال له تعليمات يمضي. طب ده انا ماضي مع امير مرتضى والمستشار، قالوا نحبسه ونعزله. وده اللي حصل.